السلام عليكم. يلا نعمل القرص الطرية الفلاحي، جميلة جدا وهشة وتحفة قوي، مفيش حد ما بيحبهاش. شوفوا التسوية بتاعتها من فوق زي من تحت، ومن جوه قطنية وجميلة. انا عملتها فاضية علشان اللي عايز بقى يحط جبنة يحط مربى، كل واحد حر بقى. تمام. يلا يلا نشوف المقادير بقى بتاعتنا. يلا، معانا كيلو دقيق، ومعلقة خميرة فورية، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة سكر، ورشة ملح صغيرة. انا سرعت الفيديو شوية لان العجن طول معايا شوية، فعلشان ما طولش الفيديو. اللي معانا في العلبة دي انا كنت عاملة جبنة، بس انا بصراحة ما صورتهاش. فده الشرش اللي نزل من الجبنة، اللي هو المية اللي بتنزل من الجبنة دي. فالجبنة كانت كاملة الدسم، فعملت لي وش قشطة جميل كده على الشرش بتاعها. وانا شلتها في الفريزر، ما حصلهاش اي حاجة، وعجنت بيها القرص. استخدمت كمان حوالي 3 معالق كبيرة سمنة، سيحتهم ودعكتهم في الدقيق الاول كده. بعد كده شلت الوش بتاع القشطة ديت علشان اعمله في الدقيق عشان استخدمه كله. وبقيت احط بقى ايه، كل ما بحتاج بحط، كل ما احتاج احط، علشان ما ازودش ويطلع كتير ولا حاجة. تمام. معلش بقى الدنيا ايه، باظت من حواليا وانا بعجن. كمان انا بحبش البس جوانتي في المطبخ بصراحة. شوفوا كده انا هنا لميت العجينة اهو. طيب فضلت اعجن فيها كده لسه، يعني لما بتيجي تشديها كده لحد ما لمت معايا. بصوا لما بتيجي تشديها كده، شوفوا قطعت معايا اهي. فهي كده معنى كده ان هي لسه ما مش جاهزة للتسوية، لازم تكون فيها مطة شوية. فهنعجن فيها تاني كمان شوية، نعجن تاني كده كمان شوية، وبعدين نشوف المطة اخبارها ايه. السمنة بنفركها كويس في الدقيق علشان القرص تطلع طرية معانا وكويسة. بلاش نستخدم زيت علشان ما تنشفش معانا في الفرن. بنعجن فيها كويس قوي، ونشد فيها ونعجن، نشد ونعجن لحد لما نلاقي المطة ظهرت معانا، يبقى كده تمام. انا فضلت بقى اعجن فيها اعجن فيها. تمام كده. انا عجنت فيها بقى شوية حلوين لحد ما بدأت المطة دي تظهر فيها. تمام كده. فلمتها بقى وانا اغطيها بحاجة، اي كيسة عندك مثلا او كده. تمام. هنغطيها بقى ونحطها في مكان دافي لمدة ساعة مثلا. يعني انا ولعت فرن البوتاجاز وطفيته، يعني يا دوب دفى الفرن كده، وحطيتها فيه لمدة ساعة. بعد كده قطعتها كور ورصيتها زي ما انتوا شايفين كده. ده الكمية دي عمل اللي هو الكيلو دقيق، عمل لي الكمية دي. بغطيهم برضو، بسيبهم لمدة نص ساعة تقريبا يختمروا تاني، يعني علشان يبقوا جاهزين على الفرن على طول. عايزة اقول لكم بقى ان انا سويت القرص دي في الفرن البلدي، وكانت تحفة جدا اهو يا جماعة من قلب الحدث. طلعت بقى القرص الفلاحي التحفة الجميلة دي، وما خدتش اي وقت خالص على فكرة في التسوية. شوفوا من فوق زي من تحت، وهشة وجميلة. وزي ما قلت لكم في الاول الفيديو ان انا عملتها فاضية. حابة تحشيها عجوة مفيش مشكلة، هتبقى جميلة برضو. لو اول مرة تشوفوا الفيديو، لو عجبكم اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم.